أهلا بكم. يقول الشاعر: البحر يعلو فوقه جيف الفلا، والدر منبوذ بأسفل رمله، وإذا أزيت بما أزيت فلا تقل أزيت من زيد الأنام وعمره. أنا هعترض على الشطر الثاني من البيت: إذا أزيت بما أزيت فلا تقل أزيت من زيد الأنام وعمره. حديثنا النهاردة عن عمره. عمره أذاني. الأستاذ عمرو أديب طلع في تصريح على لسانه بيقول إن هو بياخد 2.5 مليون دولار مرتب في السنة. مش عارف الواحد يضحك ولا يبكي. وبيقول إن مهنة الإعلام مهنة صعبة. 2.5 مليون دولار. اللهم لا حسد، ربنا يزيده. احنا ما بنحسدش حد وما بنقرش على حد. لكن من ضمن التصريحات الغريبة برضه في سياق كلامه قال لك أنا باخد 2.5 دولار في السنة، وأكتر شيء أذاني هو تمن البيضة. يعني 2.5 مليون دولار حضراتكم لو تحولوا للجنيه المصري معناها إنه بيتقاضى 10.5 مليون شهريا على الأقل. بيقول لك إن تمن البيضة أذاه. أمال المواطن العادي يعمل إيه؟ المواطن العادي اللي بيتحصل على 3-4 آلاف جنيه هيعيش ازاي؟ الأستاذ عمرو برغم مرتبه الكبير اللي ربنا يبارك له فيه ويزيده، عشان محدش يزايد علينا ويقول إن احنا بنحقد على الناس الأغنياء إطلاقا، ربنا يزيده. لكن الراجل البسيط اللي بيحصل على مرتب بسيط هيعمل ايه في ثمن البيضة إذا كان الأستاذ عمرو أديب بيتقاضى 2.5 مليون دولار في السنة، أي ما يعادل 10.5 مليون جنيه مصري شهريا؟ بيقول لك إن ثمن البيضة أذاه نفسيا. ده أنت حضرتك يا أستاذ عمرو أذيتنا إحنا نفسيا. ولذلك الشاعر لما بيقول إذا أزيت بما أزيت فلا تقل أزيت من زيد الأنام وعمره، أنا بعترض هنا وبقول إن الأستاذ عمرو أديب أذانا نفسيا. أمال الناس البسيطة هتعمل إيه يا أستاذ عمرو؟ بنعيد الذكر، احنا ملناش دعوة بمرتبك، ربنا يزيدك. لكن فيه ناس ممكن تعيش عمر على عمرها ما تتحصلش حتى على 1/10 من مرتبك. الناس اللي بتاخد مرتب بسيط هتجيب ازاي البيضة وهتعيش حياتها ازاي؟ ده اللي احنا لفت انتباهنا. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.